السلام عليكم. في الفيديو ده هنبدأ نتكلم عن السيناريو التاني عندنا، وهو أنا لو كنت لوحدي وعايز أبدأ أعمل الموبايل أبليكيشن بتاعي أو الانتليجنت موبايل أبليكيشن. ففي الفيديو اللي فات اتكلمنا عن السيناريو ده، وهو إن لو كان في حد معايا هو اللي هيبدأ الشغل بتاع الموديل، يبني لي الموديل ويظبط لي الدخل بتاعه، وبعدين أنا اللي هعمل الراوت وهعمل موبايل أبليكيشن. بس طبعا إحنا مش عملنا موبايل أبليكيشن في الفيديو اللي فات، لأن مش كان ده الموديل اللي إحنا عايزين نشتغل عليه. إنما في الفيديو ده واللي بعد كده إحنا هنبدأ نعمل التطبيق كامل بداية من الموديل لحد الكود بتاع فلاتر. فإحنا بقى في السيناريو ده هنبدأ إن إحنا نعمل كل حاجة. طيب إيه هو السيناريو اللي عندنا؟ أنا عايز أعمل intelligent موبايل أبليكيشن. الموبايل أبليكيشن ده بيعمل image classification، قادر إن أنا أدخله صورة ويعرف إيه هي الصورة دي تنتمي لأنهي كلاس. فاللي إحنا هنعمله إن يكون عندي فاكهة، وبعدين أنا أصورها بالموبايل أبليكيشن، وأبدأ إن أنا أبعت الصورة دي للموديل بتاعنا، وبعدين الموديل يرد عليا يقول لي هل الفاكهة دي صالحة للأكل ولا لأ. هنبدأ نعمل ده إزاي؟ عايز في البداية إن أنا أبني الموديل. إحنا قلنا إن إحنا هنستخدم أدوات. من الأدوات اللي إحنا هنستخدمها وهو ويب سايت تبع مايكروسوفت. الويب سايت ده اسمه كاستم فيجن. ده ويب سايت تبع مايكروسوفت يعني، أو أحد السيرفيسز بتاعة مايكروسوفت اللي بتقدمها. في البداية علشان تبدأ إنك تستخدم الويب سايت ده، فأنت محتاج يكون عندك أكونت مايكروسوفت. تاني حاجة أنت محتاج إن الأكونت بتاعك يكون فيه فلوس. وعلشان تحصل بقى على الفلوس ففي طريقتين. الأولى إنك تعمل حساب عادي على مايكروسوفت، وبعدين تدخل على أجر بورتال، وتبدأ إنك تعمل حساب عندهم. ولو حطيت فيزا في الحساب ده فهو هيديك $200 تقدر إنك تستخدمهم في أي سيرفيس من السيرفيسز اللي هما بيقدموها. ولو كنت أنت عملت أكونت بالإيميل الجامعي فهو هيبدأ يديك $100 تقدر إنك تستخدمه. لو جينا دخلنا على education هنلاقي إن أنا معايا $100 بقدر إن أنا أستخدمهم في إن أنا أشتغل على الأجر ده. فالسيرفيس دي هي مجانية، ولكن لازم يكون معاك حساب على أجر. تاني حاجة إن يكون الحساب ده فيه فلوس، سواء كانت $100 بالأكونت الجامعي، أو إن هو $200 لو كنت دخلت فيزا. طب إيه بقى اللي إحنا عايزين نعمله؟ في البداية إحنا عايزين لو جينا هنا على الويب سايت وبعدين عملنا النيو بروجكت، هلاقي إن هو بيطلب مني الاسم بتاع البروجكت بتاعي، وبعدين بيطلب مني حاجة هنا اللي هو الريسورس هنا هلاقي إن هي فاضية. فأنا في البداية لازم أروح أعمل حاجة اسمها ريسورس جروب. إيه هي الريسورس جروب دي؟ أنت عندك في الأجر لو دخلت على الهوم هتلاقي تحت كده شوية إن في حاجة اسمها ريسورسز. الريسورسز دي زي كده خزنة، أنا باحط فيها كل السيرفيسز اللي أنا باستخدمها واللي هي لها علاقة ببعض، واللي بتعمل لي مشروع معين. فإحنا عايزين نبدأ نعمل ريسورس جديدة يعني، علشان نبدأ إن إحنا نستخدمها في الcustom feature. هاعمل view all resources، هالاقي إن هو جاب لي كل الresources اللي عندي، بس أنا مش مهتم بأي حاجة هنا يعني. أنت هتلاقي عندك ده كله فاضي، فأنا بس هاعمل create. هاقول له بقى هنا السيرفيس اللي أنا عايز أستخدمها. هنكتب هنا custom feature، هاختار الcustom feature دي، بعدين هاسيب كل حاجة زي ما هي، مش هاختار أي حاجة، وبعدين هاعمل create. لأن هو بيحمل فوق كده شوية. طبعًا هنا هتحتاج الsubscription بتاعك، فهتختاره طبعًا أنت من هنا. هنا بقى عايز منك الresource group. أنت عايز تبدأ تحط هنا resource group، فإحنا هنعمل create new، وهنكتب هنا الاسم اللي إحنا عايزينه. هنقول له ممكن نسمي ده flutter image classification بالشكل ده. بعدين نضغط OK، يبقى ده كده الresource group بتاعنا. هاسيب الregion زي ما هي، وهنا هاضيف الاسم بتاع الresource group اللي إحنا عاملينه، اللي هو الاسم ده. تمام. قول له أنت عندك flutter image classification اللي هو الاسم ده بالضبط. بعدين هانزل تحت
عايز هنا ان انا اختار بقى التير بتاعي اللي انا هتحاسب بايه. في هنا مشكلة في الاس ده بروفايل سبميت. طيب هو هنا بيقول ان هو all alphabet character is يعني تمام. هو في مشكلة في الحروف. احنا ممكن نخلي ده كابيتال وممكن نخلي ده كابيتال برضو كده بالشكل ده. ونيجي هنا ممكن نعمل كده كرييت ونرجع هنا برضو نخلي ده كابيتال ونخلي ده كابيتال بالشكل ده. وبعدين نعمل اوكي ونختار هنا. هنا عايز بقى التير اللي هو انت هتتحاسب ازاي، فهنخليها اللي هي الستاندرد. وهنا برضو هنخليها الستاندرد وبعدين هنعمل هنا ريفيو اند كرييت. ده كده الريسورس جروب والنيم بتاعه. وبعدين هنعمل كرييت. هو كده عمل كرييت للريسورس جروب بتاعنا. هنرجع كده شوية وهنعمل هنا بقى ريفريش للكاستم فيجن ده. هنلاقي ان هو ظهر الريسورس هنا. وبعدين لو نشوف هو الريسورس اللي عندنا هنلاقي ان هو الفلاتر ايمج كلاسيفيكيشن. ده الريسورس اللي انا هشتغل عليه. هضغط بقى نيو بروجكت وهستنى شوية. هلاقي ان هو فتح لي النافذة بالشكل ده. هتأكد ان انا عندي الاجزاء دي كلها ظهرت عندي على عكس الاول. هاجي هنا اكتب اسم المشروع بتاعنا فلاتر ايمج مثلا وهسيب الديسكريبشن مش هكتب حاجة. وبعدين هنا على الريسورس هلاقي ان هو اختار الريسورس اللي احنا عاملينه. هاجي هنا اختار التايب بتاع الموديل بتاعنا. في عنده نوعين اللي هو كلاسيفيكيشن او ان انا عايز اعمل ديدكشن. بس انا هنستخدم طبعا الكلاسيفيكيشن في الشغل بتاعنا. وهنا بقى هو بيديني موديلز جاهزة ان انا اشتغل عليها. ففي عندي الموديل اللي احنا هنستخدمه. طبعا احنا قلنا ان احنا نشتغل على صور فاكهة بحيث ان انا ادخل الفاكهة وبعدين هو يقول لي هي صالحة للأكل ولا لأ. فاحنا هنشتغل على الفود. بس اختار انهي فود اللي هي اللي فوق ولا اللي تحت دي. اللي فوق ديت حاجة جنرال كده. انما اللي تحت هي كومباكت. انا بقدر ان انا انزلها واشتغل بيها على الاي او اس والاندرويد والديفايسز اللي هي الامبيدد. فانا هختار اللي هي الفود اللي هي الكومباكت. حتى هو ايه جاي لي الموضوع ده تحتين. وبعدين هسيب دي زي ما هي وبعدين هعمل كرييت بروجكت. كده انا كرييت البروجكت بتاعنا. اللي بيحصل وقتي ان انا معايا موديل. بس الموديل ده عايز ان انا ادربه على الداتا بتاعتي انا. عايز ان انا اعمل للموديل الجاهز ده اللي هو بيوفره لي ان انا اعمل له عملية كاستمايزيشن كده على الشغل اللي انا عايزه. حتى هو اسم الويب سايت اصلا كاستم فيجن. فهو عايز ان انا اضيف له صور علشان الموديل يبدأ ان هو يترين عليها. طيب هعمل اد ايمجز. هلاقي ان انا عندي في تيستنج ايمجز وعندي تريننج. هندخل على التريننج هلاقي ان انا عندي اتنين كلاس. واحد الرايب ده بيمثل لي ان الفاكهه دي صالحه. والتاني اللي هو الانرايب اللي هي الفاكهه ديت غير صالحه. هندخل على الرايب ونبدا نحمل كل الصور اللي موجوده فيها. هلاقي ان دي الصور الموجوده هنا ودي الفاكهه بتاعتنا. بعدين هنبدا نعمل اوبن. هيقول لي انك عندك دي الصور اللي انت عايز تحملها اللي هم 24 صوره. وحط بقى التاج بتاعك وهو الكلاس بتاعك. الكلاس ده كان اسمه رايب. وكأن انا بقول له ان الصور دي كلها هي رايب. بعدين هعمل ابلود لل 24 صورة. هلاقي ان هو كمل رفع للصور. بعدين هعمل بقى done وابدأ ان انا اضيف الصور بتاعت التاج التاني او بتاعت الكلاس التاني اللي هي الانرايب. هروح هنا اعمل اد ايمج وبعدين اروح على تريننج على الانرايب واحدد كل الصور دي وبعدين اعمل اوبن واقول له دي بقى التاج بتاعها انرايب. بعدين هعمل ابلود بنفس الطريقة بالظبط. هلاقي برضو هنا ان هو كمل رفع للصور. كده اصبح عندي اتنين تاج. الاولاني اللي هو الرايب والتاني اللي هو الانرايب. فانا عايز ادرب الموديل الجاهز ده على الصور دي. هروح هنا على اترين. اضغط اترين. هيقول لي انت عايز تعمل كويك تريننج ولا ادفانسد تريننج. هقول له ان انا عايز اعمل كويك تريننج. والكويك تريننج ده بياخد وقت اقل. تمام. فانا هضغط ترين. هيبدأ ان هو يعمل تريننج. هياخد يعني دقايق كده او حاجة على ما يخلص. بعد لما استنينا شوية هنلاقي ان الموديل خلص تريننج ويظهر لي بالشكل ده.
ده كده الموديل بعد لما اخلص هلاقي عندي البريسيجن 100% والريكول 100% والاي بي 100%. لو عايز تعرف ايه دول فانت ممكن تقف على كل واحدة وتشوف هي بتمثل ايه. طيب عايز بقى ان انا ايه اتست الموديل ده اشوف هل هو شغال ولا لا. يعني هل هيشتغل فعلا على الصور ويعرف الرايب من الانرايب ولا لا. فانا ممكن اضغط كويك تيست. الكويك تيست هنا عايز منه صورة علشان الموديل يبدأ يشتغل عليها، سواء كنت هتعملي لها براوز من الجهاز بتاعك او انك تحط اليو ار ال بتاعها من على الانترنت. هنعمل احنا براوز عشان احنا معانا تيستنج داتا. هنرجع كده شوية للايمجز وبعدين هنلاقي التيستنج. هناخد مثلا صورة قريب، هاخد الصورة دي وبعدين هعمل اوبن. هبدأ بقى يشتغل عليها ويطلع لي النسبة بتاعتها. طلع لي طبعا هنا الاتنين تاج وكل واحد النسبة بتاعته كام. هلاقي فعلا هو بيقول ان هي قريب بنسبة 99.9. هدخل صورة تانية بس المرة دي هتكون unripe. هيقول لي فعلا هي unripe بالنسبة دي، بالنسبة الأكبر طبعا. تمام كده الموديل بتاعنا شغال. أنا عايز بقى آخد الموديل ده أو آخد الكود بتاعي علشان نبدأ نحطه على الفلاسك سيرفر اللي احنا كنا بنعمله. هعمل ده ازاي؟ هروح على اكسبورت. بعدين هنا في الاكسبورت هلاقي عندي أكتر من بلاتفورم تقدر تطلع عليها الموديل ده، سواء كانت كور ام ال او تنسور فلو. ودول الطريقتين اللي احنا اتكلمنا عنهم في اول فيديو خالص، ان انا لو كنت عايز احط الموديل على الديفايس نفسه. طب علشان نطلعه كده موديل يقدر هو يشتغل على سيرفر، فاحنا هنروح ننزله كأنه دوكر فايل. نضغط على دوكر فايل وبعدين هيقول لي اختار الفيرجن بتاعك. احنا هننزله على ويندوز علشان يشتغل على الويندوز بتاعنا. بعدين هنعمل اكسبورت. هنعمل بقى داونلود. هلاقي ان الموديل بيبدأ ينزل. تعالوا بقى نشوف ايه اللي جوه الفايل ده. ده الفايل بتاعنا. هبدأ ان انا اعمل له اكستراكت فايلز وبعدين اوكي. هدخل جوه هنا وهفتح الفولدر ده كله كده بالفيس كود. هفتح الفيس كود. في شوية ملفات انا مسحها من هنا، زي الريدم ده انا مش عايزه، واللايسنس ده برضه انا مش عايزه، ودوكر فايل احنا مش هنستخدم اي كونتينرز فانا برضه مش عايزه، والاجر ام ال ده برضه انا مش عايزه. ده فايل بتست الكود بتاعنا فانا برضه مش عايزه. كل اللي انا مهتم بيه هو الفايل اللي اسمه اب ده. هندخل في الاب هنلاقي ان انا عندي الموديل نفسه اللي هو الموديل دوت تي اف لايت اللي هو تنسور فلو لايت. لان انا عندي الليبلز اللي هي بتمثل لي الكلاس او التاجز اللي انا كنت مدخلها مع الصور اللي هو الرايب والانرايب. وبعدين برضو هلاقي فولدر تاني اللي هو الاب. لو جينا بقى نبص على الاب ده هنلاقي ان هو فعلا كود فلاسك. كود فلاسك عادي بيبدأ ان هو يكريت لي السيرفر بتاعه، وبعدين بيعمل لي الراوتس اللي احنا هنبدأ نبوست عليها الداتا زي كده ايمجز يعني. وبعدين بحط لي الميثودز ان هي بوست. وبلاقي هنا ان هو بيشوف الداتا انت بعتها له ازاي كفايل او كفورم. وبعدين بياخد الصورة دي اللي انت بعتها له ويبدأ يبدأ يحطها في البريدكت ايمج. البريدكت ايمج دي فانكشن تانية موجودة في فايل تاني هو عامله اللي هو البريدكت. الفايل اللي هو عامله بريدكت ده زي الفايل اللي احنا كنا عاملينه في الفيديو اللي فات اللي هو اسمه موديل، اللي هو بقى الفايل اللي بيبدأ ان هو يلود فيه الموديل بتاعه وبعدين يحط الفانكشنز اللي بتظبط الصورة او بتظبط الداتا على حسب الموديل. دي كلها فانكشن هو بدأ يعملها علشان يعمل بري بروسيسنج للصورة علشان تدخل على الموديل بتاعنا. وبعدين هيبدأ ان هو يريتيرن لي الريسبونس بتاع الموديل بتاعنا. طيب خلينا بقى احنا نتست الكود ده. انا عايز ابدأ اشغل الكود. فانا هعمل فيو وهعمل تيرمينال. فزي ما اتفقنا المرة اللي فاتت إن ده كود بايثون، فأنا عايز أثبت كل الباكجز دي. فلازم نعمل environment وندخل جواه ونثبت كل الملفات دي. فأنا هاجي هنا وهتأكد إن أنا داخل الفولدر بتاع اب. فأنا هرجع أفتح الفولدر نفسه ومن فولدر ألاقي إن أنا هنا. وبعدين هدخل بقى جوه الاب ده وهعمل select folder. كده أنا جوه الاب. هعمل هنا فايل. الفايل ده اللي هنحط فيه اسم المكتبات اللي احنا هننزلها.
فايل هنسميه requirements.txt زي ما عملنا المرة اللي فاتت، وبعدين هفتح التيرمينال هدخل بقى على كل فايل واشوف ايه هي المشاكل الموجودة فيه. يعني هنا عايز فلاسك، فخلاص انا هاخد فلاسك وبعدين هبدأ ان انا اضيفها هنا. وهنا برضو عايز ال BIL، هاخد ال BIL وابدأ اضيفها هنا. وبعدين هنا في حاجة تانية هتعمل مشاكل؟ لا، انا عايز الاتنين دول بس. طيب هدخل على البريدكت واقول له انت عايز ايه؟ انت عايز النمبي، تمام، هاخد النمبي وابدأ ان انا اضيفها هنا. وهاخد التنسور فلو، انا عندي هنا تنسور فلو لايت ران تايم، انا مش عايز اللي هو اللايت ران تايم ده، انا ممكن اشيله. وهشيل ده برضو، اخلي بس التنسور فلو، ياخد تنسور فلو. كده انا خدت اللي انا عايزه، هعمل ده سيف. عايز بقى ابدا ان انا اثبت المكتبات دي، بس قبل ما اثبتها عايز اتاكد هل دي فعلا نفس المكتبات اللي موجوده ولا لا. يعني فلاسك هل هي فلاسك ولا لها اسم تاني، البي اي ال هل هي بي اي ال ولا لها اسم تاني، والنمبي والتنسور فلو كذلك الامر. احنا اتعاملنا معاهم المره اللي فاتت اللي هو الفلاسك والنمبي والتنسور فلو، فانا متاكد ان دول هم نفس الاسم، بس البي اي ال هي مش نفس الاسم. فانا هاخد الاسم ده كده وهدخل على الويب سايت وبعدين هعمل اضيفه هنا واكتب بايثون انستول او تو انستول. هندخل على اول واحد هلاقي ان الاسم بتاعها اسمه بيلو اللي هو البي اي ال او دبليو. فانا هاخده وبدل البي اي ال هضيف اللي هو البيلو ده كده الفايل. عايز بقى ان انا اعمل انفايرمنت، هدخل على التيرمينال. كنا بنعملها ازاي؟ كنا بنكتب بايثون وبعدين داش ان بعدين في ان واكتب هنا اسم الانفايرمنت اللي احنا عايزينها، انا هسميه دوت في ان واضغط انتر. كريت لي الفولدر بتاعنا وبيطلب مني ان هو في انفايرمنت تاني عايز تدخل لها ولا لا، او عايز تعمل لها سيلكت. فانا هضغط يس كده، هو كريت لي الانفايرمنت. عايز بقى ان انا ادخل لها، فانا هعمل كيل التيرمينال وبعدين هرجع اشغلها تاني. هلاقي ان هو دخل جوه الانفايرمنت. انا عرفت ازاي؟ عرفت من الجمله دي او من الكلمه دي اللي هو بين الاقواس وحط لي الاسم بتاعي. هكتب بقى عايز بقى ان انا اثبت كل المكتبات دي. هاجي هنا اقول له بايب انستول داش ار واحط اسم الفايل ده، اضغط انتر لان هو هيبدأ يثبت لي كل المكتبات اللي عندي. هلاقي ان هو خلص تثبيت لكل المكتبات اللي انا عايزها. عايز بقى ان انا ابدأ اشغل السيرفر واجرب الموديل بتاعنا. هدخل على الاب وبعدين هعمل ران للسيرفر. وعلشان ابدأ تيست السيرفر ده فاحنا هنستخدم بوست مان زي ما عملنا في الفيديوهات اللي فاتت. عايز بقى ان انا ابدا ان انا احط الراوت بتاعي، نوع الريكوست هيكون بوست، وبعدين هضيف هنا اليو ار ال اللي انا هبدا اعمل عليه بوست بالداتا يعني. هنيجي هنا نلاقي ان السيرفر اشتغل. هاخد انا الرابط ده وبعدين احطه هنا، ومش هنسى بقى السلاش اللي هو عامله في الراوت بتاعه اللي هو هنا. يعني لو نزلنا كده تحت شويه هنلاقي ان هو عامل سلاش ايمج. فانا هاخد ده وهبدا اضيفه كده. انا عايز اعمل بوست على اليو ار ال ده. طب البادي بتاعك هيكون ايه؟ هدخل على البادي اقول ان البادي عندك هنحطه فورم، وبعدين بدل ما كنا بنستخدم تكست هنحط فايل، وهحط هنا الصورة اللي انا عايزها. بس قبل ما احط الصورة عايز احط الكي بتاعها. فانا هرجع تاني هلاقي ان هو حاطط الكي بايمج داتا. هاخد الكي ده اللي هو الايمج داتا ده وهبدأ ان انا احطه هنا، وهبدأ ان انا اختار الفايل بتاعي. طبعا هنختاره من الجهاز عندنا. هلاقي مثلا انا عندي في التستنج هبدأ ان انا اقول له انا عايز انرايب. هاخد الصورة دي كده، انا حطيت الصورة. عايز بقى ان انا اعمل سنت ونشوف ايه اللي هيرجع. فعلا رجع لي ريسبونس هنا. طب انا عايز اشوفه بشكل افضل، ممكن لو عملنا سند تاني هيظبط مع نفسه برضه. تمام، نكبر ده كده شوية. هنا اللي هو الكرييتد ده الوقت بتاعه والاي دي والتريشنز. خلينا بقى اهم حاجة في البريدكشنز ده اللي هو التنبؤ بتاعه.
قال لي أنا عندي التاج نيم اللي هو الرايت والبروبابيلتي بتاعته كانت الرقم ده، وعندي برضو التاج نيم اللي هو الانرايب والبروبابيلتي بتاعته كانت الرقم ده. طبعا ده اكبر، بمعنى كده ان الصورة اللي احنا حطيناها له كانت انرايب، وفعلا احنا كنا مختارينها من الفولدر اللي كان انرايب. عايزين نجرب صورة تانية برضو. هنشيل الصورة دي، نشيل الصورة وبعدين نضيف صورة تانية. هندخل على التستنج وبعدين الرايب، وهناخد الصورة الأولى دي مثلا، وبعدين هعمل سند. هلاقي إن جاب لي النسبة الأكبر كانت في الرايت، هلاقي إن دي 99 وديت رقم صغير خالص، حتى هو حاطه باليو اس سالب 6، هو رقم مليان أصفار كده. فكده أنا عندي البريدكشن بتاعي، والموديل قدر إن هو يعرف الصورة اللي أنت حاططها أو الفاكهة اللي أنت حاططها دي، واخد الصورة بتاعتها هي رايب ولا أن رايب. كده ده اللي إحنا عايزين نعمله في الفيديو ده. هو خلاص أنت بقيت قادر إنك باستخدام يعني ويب سايت زي كاستم فيجن، قدرت إنك تبني الموديل بتاعك بكل سهولة، تبدأ إنك تعمل له ترين على الداتا بتاعتك بالكستمايزيشن اللي أنت عايزه، وكمان تبدأ إنك تعمل له اكسبورت وتشغله زي ما إحنا شايفين بالشكل ده كده. أهم حاجة بقى بعد لما تخلص الشغل على كاستم فيجن، مش تنسى إنك تمسح الريسورس جروب بتاعك علشان مش يبدأ إن هو يعيد عليك فلوس. هو حاليا يعني مش هيعد لأن مش بنستخدمه في الشغل. يعني مثلا عندك في الكاستم فيجن هنا إنك ممكن تعمل ببلش للموديل ده، بحيث إن هو تستخدمه كيو ار ال، أو إنك بدل ما بتكون عندك أنت السيرفر، هو السيرفر هيكون عندهم هم على أجور، وتبدأ إنك تبدأ تبعت للموديل ريكوست هو هيرد عليك. بس في الحالة دي طبعا هتدفع فلوس على الموضوع ده. لازم نروح نمسح الريسورس بتاعنا، فهندخل هنا. طبعا ده الريسورس اللي احنا كنا لسه عاملينه، هنعمل له ديليت، بعدين ديليت. طيب بعد كده برضه هندخل نشوف الريسورسز اللي عندنا. ففي عندي اللي هو البريدكشن برضه هنمسحه، وفي عندي اللي هو ده برضه عايزين نمسحه. فاحنا هندخل على كل واحد ونبدأ نعمله ديليت. ندخل على ده وبعدين الاقي ان في بريدكشن، هدخل على البريدكشن اقول له ديليت. يس تمام. لو رجعت تاني للهوم ونزلت كده الريسورسز اللي عندي سي اور، لان انا عندي الإيميل بريدكشن، وبعدين هاجي على الريسورس جروب ده، هدخل عليه، هدخل على الكاستم بيجن ده، وبعدين هبدأ إن أنا أعمل له ديليت برضو. عايز بقى أتأكد إن هو مسح الريسورس دي ولا لأ، فأنا هشيل الكاستم بيجن من هنا وبعدين هبدأ أفتحها تاني. هشيل برضو دول مش عايزهم، وهقول له كاستم بيجن. هلاقي إن أنا معنديش الريسورس بتاعي، وأكن أنا لسه فاتح الكاستم بيجن أول مرة. أنا لازم أتأكد إن أنا مسحت الريسورس جروب بتاعي علشان مفيش حاجة تفضل موجودة. وهنا برضو لو انا يعني عملت ريفريش فهو هيشيل لي برضو الحاجات دي من هنا. فده كده اللي احنا عايزينه. ان شاء الله في الفيديو القادم بقى هنبدأ ان احنا نكمل على الموديل ده، بحيث ان احنا نعمل موبايل ابلكيشن بفلاتر، يبدأ ان هو يبعت الريكوست بدل البوست مان، ونبدأ ان هو طبعا في الباد هيبعت له الصورة، وناخد اللي راجع ده ونبدأ ان احنا نعرضه على الموبايل ابلكيشن. والسلام عليكم.